السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي كانت بتسأل ان الحصوات بتطلع صغيرة والحصى بيطلع مروق وفي حاجات كتير اوي كده، وزغلول بيطلع ضعيف برضو، ده بخلاف الكلفة النضيفة طبعا. نعمل ايه؟ بص يا صاحبي، اهم حاجة الكلسمات. يعني الحمام طول ما انت متابع معاه كلسمات الدنيا بتبقى تمام. طبعا الناس بتروح تجيب جرش، وناس كل واحد بيبقى ليه حاجه. ان احنا شغالين بتراب، تراب بتاع الارض اهو. ده تراب الارض الزراعيه، بنروح يا باشا بمهزه اي ارض زراعيه جنب مننا، بن بننضفه زي ما انت شايف كده اهو، نضيف اهو، مفهوش اي حصر، الدنيا بتبقى تمام. وبنحطه بنفرشه كمان الطاجن للقصوص، وبنحطه في الأرضية للقصوص برضه. عايز تزود عليه شوية حمرة أو طوب بالأحمر وتفركه خالص تخليه ناعم زي كده، هيبقى مية مية برضه. عايز تزود جير مطفي بنسبة صغيرة برضه كده هيبقى مية مية. هتبص هتلاقي الحصوية طالعة كبيرة، والنتاية دايما هتحصي حصويتين والدنيا هتتظبط معاك. واستنونا في كل جديد ان شاء الله، واللي محتاج حاجة يخش يسألنا واحنا تحت امر نجاوب على كل حاجة. السلام عليكم.